السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار مجموعة الفيديوهات اللي كانت بتتعمل كنوع من تحديث المعلومة للهاوي وللتوعية بخطورة الحرارة اللي الناس كانت اشتكت منها. في ناس كتير قوي أفاضل اتصلوا بينا عن طريق الفيسبوك أو عن طريق تويتر أو عن طريق التليفون، اشتكوا من إن في إجهاد حراري للعصافير عندهم. حضراتكم زي ما انتم شايفين، بفضل من ربنا بعد الوعكه اللي حصلت المره اللي فاتت للطير، قدرت اجمع شويه طير من بعض الاصدقاء الافاضل، وبفضل الله علقنا لهم العشوش اول امبارح. طبعا موجة الحر اللي ماشيه بقالها 3 4 ايام السنه دي، سنه 2015 سنه حافله. النهارده 1 أو 2/8 على ما اتذكر، 2/8 وكنا محذرين من موجة حر جامده، وفي ناس كتير اشتكت ان كان عندها نفق كتير جدا في الطير. زي ما حضراتكم شايفين دي النسقه واضحه قدام حضراتكم، فيها ميه بفيتامين سي يعني. الجرعه كنا كاتبينها على الفيسبوك، قرص على 2 لتر ميه، دي الجرعه الاعتياديه اللي حضرتك هتنزلها مره او مرتين. بما ان الطير عندي متعود عليها الحمد لله رب العالمين، المجموعه اللي كانت فاضله قديمه من الطير على المجموعه الجديده، ربنا اكرم وعلقنا الحشيش زي ما حضراتكم شايفين بفضل من ربنا. مكان التربيه في شقه، وحافظنا على التهويه زي ما حضراتكم شايفين، الشباك مفتوح، في تيار هواء معمول بيسمح للتهويه وخروج الرطوبه ودرجه الحراره. يعني الشكل العام للطير الحمد لله بعد ما اتعلق له العشوش مفيش احتباس حراري، مفيش ارهاق للطير، مفيش طير واقف رافع جناحاته. انا شايف ان الحمد لله رب العالمين الحاله العامه جيده نوعا ما. في بعض الطير الحمد لله ربنا اكرم ودخل العشوش مسك عش على استعداد انه هيبيض. طبعا هتبقى فتره صعبه شويه ان هو يرد على الحر ده، بس الفكره ان كان الواحد يعني يكسب وقت على قد ما ربنا يقدره، بحيث ان هو يخش الموسم في شهر 9 مرتاح، يكون معاه عش اولاني كده مبشر بالخير، تعرف منه تحضير الطير الجديد اللي دخل عندك شكله ايه، الطير اللي ناجح عندك او الطير اللي فشل. ده بالنسبه للناس اللي عندها طير جديد شويه زي حالاتي كده. الناس اللي معاها طير قديم يفضل انها تاخر في اخر تعليق العشوش، يعني من 15 يوم ل 30 يوم. كنا قلنا على موضوع الاحتباس الحراري ده ان هو بيعاني منه الطير. حضرتك هتقدم حمام ميه للعصافير بتاعتك، ويكون الحمام ده اختياري، بلاش نرش احنا عصافيرنا عشان ما يجيلهاش برد. هنقدم لها الاكلات اللي تحتوي على فيتامين سي زي الفلفل، زي الجرجير، زي نقطتين ليمون في الميه، او الفيتاسيد اللي حضرتك شايفه قدامك في المسقه. التهويه طبعا مش هنتكلم عليها، الاهم من ده كله حضرتك التغذيه. يعني ما تخليش الطير يعتمد على الميه بس، ما تخليش اكله فاضيه. يعني ان الطير ما اكلش اختياري ده افضل، انما ان حضرتك يبقى الطير جعان ومعتمد على الميه بس ده بيسبب له ارهاق خصوصا في موسم القلش. الحمد لله فضل من ربنا الطير عندي كله طالع من القلش اليومين دول. اللي يحب يتابع موضوع الاحتباس الحراري ينورنا على الجروب بتاع محمد حمامه، في كذا موضوع عن الاحتباس الحراري نزلناه امبارح واول الحمد لله لقى قبول. لو في اي استفسارات تحت امركم ممكن نرد عليها على الجروب. نتمنى لكم التوفيق وتمنياتكم لنا بموسم سعيد ان شاء الله. اطيب التمنيات اخوكم احمد قناوي وكل اداره جروب محمد حمامه لطيور الزينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.